بس وتعالوا شوفوا المغرب عملت ايه. دي فضيحة كبيرة لا تغتفر، دي مصيبة واتطاحت على راس المغاربة. مين الملك محمد السادس؟ وتعالوا نشوف الفيديو، وبلاش شماتة الجزائريين والعرب كمان أرجوكم. بيحصل للفلسطينيين من العرب والمسلمين فاق التصور وفاق الخيال. كلهم خانوا غزة ولكن بأقنعة مختلفة. الخيانة الأحدث والأقوى جاية من المغرب، اللي بصراحة مش لابسة أي قناع للخيانة، واضحة جدا في دعمها المباشر لإسرائيل. انت اللي هتسمعه دلوقتي ده لو كانت كتب من 30 سنة في رواية كانت قال لك انت بتهزر. محطة أو مصنع لصناعة الطائرات الانتحارية الإسرائيلية في المغرب. هارتس بتقول اهو مصنع قرب الدار البيضاء في المغرب يبدأ بإنتاج مسيرات انتحارية إسرائيلية. تخيل، ما هو مش هيتعمل مصنع والملك مش واخد باله. طائرات مسيرة انتحارية بدون طيار طبعا، تخش في الموقع تدمره، إسرائيلية. الخبر اللي بعده، هات الخبر اللي بعده. في مصنع قرب الدار البيضاء المغرب سينتج طائرات إسرائيلية انتحارية بدون طيار. التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب يخطو خطوة للأمام مع افتتاح مصنع جديد من قبل شركة لوبيرد الإسرائيلية المملوكة بشكل مشترك لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ورنين نادر. طبعا الطائرات دي بيتم بيها قتل الفلسطينيين. اهو كلينتون يشيد بالملك محمد السادس. تخيل الطائرات دي حضرات هيتقتل بيها فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ويمنيين واي عربي هيفكر يهاجم اسرائيل.